رمضان كريم فتح يعني ابتلى اليوم فيه انا وسعادة. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الاحسن في الفعال. رمضان كريم فتح يعني ابتلى اليوم فيه انا وسعادة. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر. يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يوم جديد وفيديو جديد، بس يا رب يعجبكم. بس يلا قبل ما نبدأ الفيديو مننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، ونحط اللايك الحلو من ايديكم الحلوة يا أحلى اخوات في الدنيا. تعالوا بقى النهاردة نجهز كده كرتونة رمضان، شوية خزين كده لرمضان. هتقولولي هتبدأي من دلوقتي؟ اقول لكم ده احسن وقت تبدأي فيه تخزني خزين لرمضان، هيوفر معاكي كتير قوي. اول حاجة بدأت بيها البقسماط. طبعا اكتريتنا بنستسهل مكرونة وبانيه، مكرونة وبفتيك. طبعا البقسماط ده لا غنى عنه في البيت. فجبت الكيس ده كان نص كيلو من السوبر ماركت، كنت جايباه ب20. وجبت برضو نص كيلو سايب، وقلت ايه احط الاتنين على بعض. ده بينفعني طبعا طول شهر رمضان. ما اقولش لحد بقى انا ايه ده مفيش بقسماط انزلوا هاتوا لي بقسماط، لا، يبقى جاهز هنا. خطفت بقى حاجه في حاجه كده. كان كل ما يبقى معايا 20 كده جنيه باقيه من مصروف البيت، اخدها اجيب بيها اي حاجه. جبت بقى نص كيلو برغل. البرغل ده انا بحتاجه جدا في اللحمه المفرومه، سواء بعمل كفته سواء بعمل حواوشي. بيزود معانا طبعا، انتوا عارفين عملت معاكم الكفته قبل كده، بيزود معايا كميه الكفته بتاعتي. يعني انا لو عامله نص كيلو كفته باخد كده يعتبر نص كوبايه، بحطهم في ميه، بنقعهم في ميه واسيبهم، بعد كده اصفيهم وازود بيها بقى الكفته، ازود بيها الحواوشي بتاعي. بيعمل بقى كميه معايا حلوه قوي. وجبت بقى كيس الفيجيتار ده. كيس الفيجيتار ب6 جنيه. بحطه بقى على البقسماط بتاعي. يعني لما باجي اعمل بانيه بحط بقى نص الكميه بقسماط وكيس من الفيجيتار، بيخلي البقسماط بتاعنا طعمه حلو قوي. طبعا هنعمل البانيه مع بعض، هنعمل كل الاكلات دي باذن الله باذن الله. طول شهر رمضان هنعمل حاجات حلوه قوي. جبت بقى كيس البروستد ده برضو. بصوا كل ما يبقى معايا فلوس كده وانزل السوبر ماركت الاقي بقى حاجات كده هحتاجها طول شهر رمضان، لان انا عايزه بقى ولادي بيحبوا الكنتاكي، فبحب اعمل لهم بقى الكنتاكي. فجبت الخلطه دي، قلت دي اول مره بصراحه اجيبها، فقلت اجربها كده ونعمل بيها الدبابيس الفراخ الكنتاكي ان شاء الله باذن الله. الكيس ده بيقولوا عليه حلو قوي، انا لسه اول مره اجربه معاكم. ان شاء الله هنعمل بيه البروستد او الكنتاكي معانا مع بعض في البيت. الكيس ده كان عامل 35 الحار. وجبت طبعا كيس دقيق. كيس الدقيق ده طبعا لا غنى عنه، وان شاء الله طبعا لسه هجيب تاني. بس انا بقول لكم كل ما يبقى معايا مثلا 20 جنيه 10 جنيه باقيه من مصروف البيت، اخطف اجيب بيها مرقه دجاج، اجيب كيس ملح. الحاجات دي بجد عايزه اقول لكم هتوفر معانا طول شهر رمضان. وطبعا جبت نص كيلو لسان عصفور، جبت نص شعريه، ولسه طبعا هخطف تاني طول ما انا بص الايام داخله بينا. والشهور بتجري بينا، فالحقي كده خطفي نص في نص. صدقوني هتلاقي نفسك عملتي كرتونه كبيره قوي. والله يا بنات وحياة ربنا الحاجات دي عايزه اقول لكم منجزه جدا. هتلاقي نفسك موفره حاجات كتير قوي، موفره فلوس، موفره وقت ان انت تقعدي تنزلي. ما عندكيش مكرونه، لسه بقى هنزل اجيب مكرونه، ما عندكيش فيجيتار. هتقولي مين بقى ينزل يجيب لك فيجيتار؟ الولاد بيبقوا صايمين اصلا ومش قادرين ينزلوا. فلا، الحاجات دي تبقى موجوده كده لرمضان، ولما تخطفيها حاجه في حاجه مش هتحسي بيها. وجبت بقى كيلو الا ربع مكرونه من اللي هي السايبه دي. جبت سباكيتي وجبت قلم عشان نعمل مكرونه بشاميل. يعني بصوا هننوع كده باذن الله طول شهر رمضان. وجبت بقى برضو مكرونه من دي اول مره برضو اجيبها، قلت اجربها كده. الشكل اللي هي الاسطوانه دي غير المكرونه القلم، ده اسطوانه. قلت برضو اجيب المكرونات دلوقتي رخيصه السايبه دي. وعايزه اقول لكم في انواع حلوه، يعني في انواع مش حلوه في السايبه وفي انواع حلوه. لا بجد النوع ده حلو قوي، جربته اللي هو كان اسمه بلازا او حاجه زي كده. ما بيعجنش معايا خالص. جبت بقى ربع كيلو لوبيا برضو. ده برضو هشيله كده عشان في يوم ممكن عاوز اعمل مثلا لوبيا. يعني الحاجات دي هتنفع في الخزين بتاع الكرتونة رمضان دي، هتنفع معانا. بصوا انا كل ما كنت بفتكر حاجه مثلا وباقي معايا فلوس انزل اجيبها، وانا في السوق كده او مخطفاها معايا.
الحاجات دي بقى هنملى بيها كرتونة حلوة قوي، ولسه هنعمل كرتونة تانية، لان طبعا الحاجات دي مش هتكفي معانا طول شهر رمضان. وجبت ربع كيلو حمص اهو، قلت بقى ممكن عقلي يزقزق كده نعمل اكل الكشري كده في رمضان، ونعمل معاها حمص الشام. طبعا انتوا عارفين ان رمضان جاي في الشتاء بقى، ونعمل بقى احلى حلبسة. بصوا احنا عندنا بنقول على حمص الشام حلبسة، انتوا بقى عندكم في كل بلد بيبقى لها اسم، بتقولوا على حمص الشام عندكم في ايه؟ اسمه ايه؟ اكتبوا لي كده في التعليقات وقولوا لي بتسموه ايه عندكم. عايزه اقول لكم طبعا الحاجات دي على دخلة رمضان هتلاقيها رفعت، اللوبيا هتلاقيها غليت، المكرونه غليت، الدقيق غلي، فاحنا كده بنوفر كمان فلوس، مش بنوفر كمان ان انت مثلا تبقى عندك خزين، لا هتوفري فلوس وتوفري مجهود ان انت تنزلي بقى، مش كل ما تكوني محتاجه حاجه تنزلي تجيبيها. علبه الطحينه دي انا جايباها من التموين، كنت جايبه في التموين علبه الطحينه، فقلت اشيلها برضو، بس احنا كده كده اصلا هنعمل مع بعض الطحينه في البيت، يعني مش هنعتمد على العلبه دي، لا لا، انا بعملها في البيت باذن الله على دخلة رمضان كده. نعمل الفول المدمس، هنعمل الطحينه، هنعمل الطعميه، هنعمل احلى سحور كده، وطبق فول بالطحينه ان شاء الله. انتظروا بقى تجهيزات رمضان باذن الله. جبت بقى علبه الطحينه دي كانت من التموين. مرقه الدجاج بقى انا بحبها، وما اعرفش بقى في ناس بتعترض عليها، انت بقى لو بتحبيها زي كده ممكن بقى معاكي 2 جنيه تبقوا منك فضة، اجيب بيهم 2 المكعب بجنيه اصلا، اجيب 5 جنيه معاكي فاضت معاكي من الفلوس، اجيب بيها برضو مرقة دجاج. 2 على 2 هتلاقي نفسك عملتي كمية حلوة قوي هتحتاجيها طول شهر رمضان. جبت برضو كيسين التوابل بتاعة البطاطس دي من ويلز، الشركة دي حلوة قوي، الكيس كان عامل 4 جنيه، قلت بقى احطهم شوية على البطاطس المحمرة. والكيس ده بقى من كنور، انا اول مرة اجيبه بصراحة، كان عامل 17 او 18 جنيه، بيقولوا لك بيزود كميه اللحمه المفرومه وبيديها طعم حلو قوي، سواء بقى عامله لحمه مفرومه للجلاش بقى، للمكرونه بشاميل، للكفته، للحواوشي، بتلاقي الكميه زادت معاكي. طبعا هنجرب الكيس اهو، بصوا دي الكيس اهو خلطه المفروم لزياده كميه اللحمه. جبته بتهيألي ب17 أو 18 جنيه، برضو قلت أجربه كده، ونزود بقى اللحمة، انتوا عارفين بقى رمضان وصواني الجلاش والحاجات دي هنعملها كتير بإذن الله في رمضان. وطبعا إزازة الزيت يعني لا غنى عنها، الزيت طبعا بنحتاجه كتير، فجبت إزازتين زيت كده، وقلت أخليهم الشهر ده والشهر اللي جاي برضو، أقوم عاملة كرتونة تانية. احنا لسه خلاص داخلين على رجب اهو، فاضل لنا رجب وشعبان، نلحق في الشهرين دول يا بنات. جيبوا زي ما بقول لكم كده، خطفوا حاجه في حاجه، صدقوني، كيس مكرونه، كيس فيجيتار، كيس ملح، ازازه خل زي ما انا عملت كده، الحاجات دي هتفرق معاكم في شهر رمضان، والله هتجربوا وهتشوفوا. وزي ما قلت لكم دي الكرتونه بتاعتي، لسه بقى باذن الله على بدايه الشهر الجديد هقوم عامله كرتونه تانية برضو، كل ما مثلا بجيب اكل او اللي يفيد منه اقوم جايبه منه ايه، اي حاجه، اي حاجه ب10 جنيه، لو ب5 جنيه صدقوني، كيس الملح ده ب10 جنيه، ده 2 كيلو ب10 جنيه. طبعا بصوا انا كنت بحتست شهر رمضان على الملح، جبت الكيس ده حلو كبير، وهجيب تاني برضو الشهر الجاي باذن الله كيس تاني، واقوم شايلاه برضو لخزين رمضان. يلا بقى يا بنات، لو وصلتوا معايا لحد هنا تبخلوش عليا باللايك كده الحلو، اكتبوا لي بقى في التعليقات بدأتوا تشيلوا ايه رمضان، بدأتوا تشيلوا كده تعملوا كرتونه زي ما انا بقول لكم ولا ما عملتوش؟ اللي عمل بقى كده يكتب لي في التعليقات شال ايه رمضان، خزن ايه. لو بدأت ب5 جنيه والله بعد كده على اخر الشهر هتلاقي نفسك جمعتي حاجات حلوه قوي. ودي علبه كاتشب كده قلت اجربها، كان عليها عرض، دي كانت كيلو، كانت عاملة 35 جنيه. دي انا جايباها حار، لان احنا عارفين، انتوا عارفين ان احنا بنحب الحاجات ايه الحراقة، في منها بارد وفي منها حار. طبعا الحاجات دي مدة صلاحيتها لسه بدري، عشان ما تقلقوش وتقولوا لا ممكن تكون مدة صلاحيتها تنتهي لسه شهرين ومش شهرين، لا انا طبعا قارية التاريخ كويس جدا، وشايفة ان لسه في فترة كبيرة طبعا، يعني هتقعد معانا فترة حلوة. وطبعا الموتزاريلا انا ما بستغناش عنها طول شهر رمضان، فانا جايبة منها كيس ده، الكيس ده كان عامل، ده نص كيلو عامل 90 جنيه من الحمد، دي عشان جبنة طبيعية. وفي عرض تاني هوريهولكوا دلوقتي، عرض حلو قوي برضو جبته، لان انا بصوا مكرونه بشاميل اللي بحط عليها موتزاريلا، الجلاش بدخلها في حاجات كتيره، السمبوسه طبعا، فبتخش معايا في حاجات حلوه قوي. طبعا البيض، ولادي بيحبوا قوي البيض بالجبنه، جبنه بقى رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، فبعمل لهم كده البيض على السحور، وبحط لهم عليهم بقى شويه جبنه من دي،
انا جايبه الجبنه الموتزاريلا دي وجايبه جبنه ميكس دلوقتي هوريها لكم. فطبعا الحاجات دي هشيلها في الفريزر، طبعا دي ما تتحطش في التلاجة ولا بره، هاخدهم واحطهم بقى في الفريزر كده واشيلهم طبعا ايه على دخلة رمضان برضو. بصوا بقى تعالى اوريكم العرض ده حلو قوي قوي برضو، موفر جدا وهينفعنا، وعايزه اجيب منه عرض تاني لان انا زي ما قلت لكم انا بحب الحاجات اللي هي بيبقى فيها عروض دي. وطبعا تاريخ الصلاحيه انا قاريه كويس. ده عرض فيه 3 اكياس جبنه وورقه جلاش. استني افتحه لكم دلوقتي واوريه لكم. العرض ده كان عامل 120 جنيه. ده كيس، بصوا ده كيس جبنه كده موتزاريلا، لا دي جبنه شيدر، ده 400 جرام. الكيس ده 400، انما الكيس الاولاني ابو 90 عشان جبنه طبيعيه كان 500 جرام عامل 90 جنيه. ده بقى جبنه شيدر ال 400 جرام، ده كيس. وفي كيس تاني لسه برضو هوريه لكم دلوقتي. جبنه بقى موتزاريلا ساده، وفي ميكس شيدر بقى على موتزاريلا على رومي. ده بقى الموتزاريلا الساده ده، استنوا مش فاكره كان كام جرام، هنشوف دلوقتي مع بعضينا. ده بيتهيألي برضو 400 جرام، ده 400 جرام، يعني في كيسين 400 جرام وكيس 200 جرام ورقه جلاش، كل ده ب 120 جنيه. وعايزه اقول لكم انا جربت الجبنه دي حلوه قوي برضو وبتمط. كنت بعملها على الجلاش وعلى مكرونه بشاميل، كنت بدخلها في الحواوشي برضو. ده الكيس بقى ال 200 جرام، يعني كيسين 400 وكيس 200 وورقه جلاش، وكل ده ب 120 جنيه. حلو قوي، وان شاء الله اجيب منه عرض تاني برضه اشيله في الفريزر كده، لان عايزه اقول لكم الحاجات اللي هي بيبقى عليها عروض دي بتتخطف خطف، يعني بتخلص قوي على طول من السوبر ماركت. ده جلاش الحريف. برضه هنحتاج طبعا نعمل بقى جلاش حلو وجلاش حادق. انتوا عارفين طبعا رمضان بيعشق الجلاش بقى والسمبوسه والحاجات الحلوه. طبعا باذن الله هنعمل بقى الجلاش بقى محشي بقى كنافه، جلاش محشي بالمهلبيه، كل الحاجات الحلوه دي ان شاء الله هنعملها مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. من اكتر بقى الحاجات اللي بتتعب اي ست في رمضان هي الزحمه والغلا والضغط، تحسي ان كل حاجه غليت فجاه وان الميزانيه بتضيع من اول اسبوع. عشان كده انا من الناس اللي مقتنعه جدا ان التجهيزات بدري هي سر التوفير الحقيقي. ومش شرط نشتري كل حاجه مره واحده ولا نضغط على نفسنا، الفكره كلها اننا نبدا على مهلنا واحده واحده عشان تعملي بقى احلى كرتونه زي ما بقول لكم كده. اول حاجه بتفرق جدا لما بتبتدي بدري، بتشتري وانت هاديه مش متوتره مش مضغوطه في الفلوس، بتعرفي تختاري صح، تختاري الحاجات اللي انت فعلا محتاجاها. تاني حاجه الاسعار قبل الموسم ده دايما بتبقى هاديه، لما بتخشي بقى على رمضان تلاقي الاستغلال وتلاقي الحاجه بتتخطف وبتلاقوها مغلوها. لا ليه ما نبدا بدري كده ونجيب حاجتنا براحتنا ونبعد عن الغلا اللي بيحصل على دخلة رمضان. التجهيز الموفر مش معناه تكدسي وتخزني وتقعدي تجيبي زيادة عن اللزوم، لا، هو انك تكوني عارفة بيتك محتاج ايه وتشتريه على فترات، بحيث ان لما رمضان يدخل كده عليكي تحسي انك مرتاحة، مش محتاجة تجري ولا تشتري غصب عنك بأي سعر، لا. وكمان لما بتبدأي بدري بتقدري تقسمي الميزانية، مش هتدفعي رقم كبير مرة واحدة، لا بيخف الضغط عليكي، بتدفعيه حتة حتة. وطبعا لسه هنشتري بقى الفراخ ونشتري البانيه. عايزة اقول لكم الحاجات دي من دلوقتي هتلاقيها رخيصة، الفراخ دلوقتي رخيصة، البانيه رخيص. لو خطفتي كيلو بانيه وقسمتيه على طبقين، كيلو كبدة وقسمتيهم على حسب عدد افراد اسرتك، عايزة اقول لك هتصدقوني هتوفروا كتير. ان شاء الله هعمل لكم بقى كده بإذن الله فيديو كده تجهيزات بقى وتفريزات فراخ بقى ولحوم وحاجات حلوة ان شاء الله بإذن الله. انتظروا الفيديوهات اللي جاية. واجمل حاجة بقى واجمل احساس كده لما رمضان يدخل عليكي وتلاقي نفسك مطمنة عارفة ان كل الاساسيات عندك موجودة في التلاجة وانك مش مضطرة تنزلي كل شوية. دي بصوا عايزة اقول لكم راحة ما بعدها راحة. ابدأي بدري حتى لو بحاجة بسيطة، حاجة على حاجة هتتفاجئي في الاخر قد ايه انتي وفرتي وقد ايه نفسيتك ارتاحت. ولو حابين بقى المحتوى ده اعملوا لي لايك واكتبوا لي بقى في الكومنتات بدأتوا تجهيزات رمضان ولا لسه، واللي عمل بقى كرتونة رمضان كده زي يقول لي بقى بدأتوا بايه وشلتوا ايه وجهزتوا ايه. يلا ابدأوا بدري عشان الايام بتجري بينا. يا ربنا يجعله شهر الخير والسعادة والبركة علينا جميعا يا رب، وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بألف خير يا رب. استنوني بقى في تجهيزات رمضان. باي باي.